طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه. الحمد لله الذي بنعمته وجلاله تتم الصالحات. بالنسبه للتجمع الوطني للاصلاح والتنميه، ترشح في 152 بلديه من بلديات موريتانيا، اضافه الى 49 دائره من دوائر النواب، وإضافة لدوائر نواكشوط الثلاث، وكذلك جهات نواكشوط الثلاث، وكذلك اللوائح الوطنية والجهات 13 بالنسبة لموريتانيا. بالنسبة للانتشار الواسع للترشحات، يقوم على أساس من الخبرة والتجربة امتد منذ نشأة هذا الحزب وحتى قبل نشأته في مبادرة الإصلاحيين الوسطيين، ويعتمد برامج مختلفة: برنامجا للجهة، وبرنامجا للنواب، وبرنامجين للبلديات، أحدهما للبلديات الريفية والآخر للبلديات الحضرية. تقوم كل بلدية بتطوير هذا البرنامج النموذج ليصبح صالحا لواقعها ومنطلقا من احتياجات ساكنتها. إذن بالنسبة للبرامج كلها تقوم على بعض المبادئ: الأول خدمة الصحة، ثم التعليم، وكذلك خدمة الساكنة فيما يتعلق بالمياه، فيما يتعلق بالرعي، فيما يتعلق بكل الخدمات التي تقوم بها البلديات، وكذلك الأعمال والبرامج التي يقوم بها النواب من دفاع عن مصالح المواطنين، من رقابة على تسيير جهة التنفيذ والسلطات، وكذلك سن القوانين ومراقبتها، وكذلك الاتفاقيات الدولية والتأكد من دقتها وجودتها ومصلحيتها بالنسبة للمواطن. تلك بعض نماذج البرامج، وهي موجودة ومطبوعة وموجودة مختصرة أيضا لمن أراد أن يتفحص فيها وأراد المقارنة مع غيرها. صحيح أن هناك اختلالات كبيرة في عمل اللجنة المستقلة للانتخابات، سواء منها الهيكل الذي ما زال تتغلب، يعني لا تجد فرصة لتنفيذه. كنا نريد البصمة فلم تتوفر، كنا نريد أن يشاورنا برؤساء المكاتب حتى لا يتكرر اعتماد بعض الأشخاص الذين ثبت في حقهم التورط في العمليات التزوير الماضية، وأيضا كذلك بعض الذين ظهروا في أعمال في حملات انتخابية، ولكنهم حتى الآن اللجنة لم تقم بذلك. نشتكي الآن أيضا من العديد جدا من أفرادنا الذين تم تحويلهم عن نواكشوط، ونستغرب استغرابا ونستهجن أن نجد بعض الأشخاص الذين لم يسجلوا أنهم ظهروا في اللائحة، وهم لم يسجلوا، بعضهم مسافر، بعضهم منذ سنة عن موريتانيا أو سنتين، وبطاقات تعريفهم عند الحالة المدنية. فهذه ظهرت منها العديد من الحالات، ونحن نستهجن هذا العمل. أشكركم كموقع.